تجربة جديدة في ذي قار هي بارجة أمل لمن يرغب في الانخراط في مجال الإعلام، وهي افتتاح معهد الفنون التأهيلي للتدريب والتطوير الإعلامي فرع ذي قار، المختص في مجال الصحافة والإعلام وكذلك التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي والحاسبات. معهد الفنون التأهيلي يفتتح دورته الثانية في محافظة ذي قار بعد أن كانت هذه التجربة مقتصرة فقط على محافظة بغداد. قدرنا اليوم نفتح فرع في محافظة ذي قار ونجذب الطلبة الراغبين بدخول سماء الإعلام الحر. إن شاء الله احنا أخذنا على عاتقنا كإدارة معهد الفنون التأهيلي أن نرتقي بمعالم محافظة ذي قار، محافظة ذي قار التي عانت من الإعلام خصوصا الإعلام المسموم. إن شاء الله نرفد محافظة ذي قار بإعلاميين حقيقيين، إعلاميين أحرار ينقلون الصورة الحقيقية عن محافظة ذي قار التي عانت من الإعلام. مدير معهد الفنون التأهيلي أحمد خضر. دورة تدريبية وتطويرية وتحت إشراف أساتذة كفاء وإدارة شابة أخذت على عاتقها توفير ما يلزم لطلبة المنخرطين في المعهد. يذكر أن الدورة الحالية هي الدورة الثانية بعد أن تخرجت الأولى، واجتاز العديد من طلبتها اختبارات وأصبحوا الآن يعملون في القنوات الفضائية والمحلية. معهد الفنون التأهيلي مثل ما تعرفون هذا المعهد الذي أنشئ في الناصرية يعني قبل تقريبا 8 أشهر إلى 9 أشهر، وهذا المعهد الحمد لله خرج الدفعة الأولى والآن في الدفعة الثانية. طالب مهند إبراهيم السني الدفعة الأولى. غربت شمس الدورة الأولى بنجاح، وهي الدورة الثانية تشرق في سماء ذي قار لرفد الساحة الإعلامية بمواهب جديدة من الناصرية محمد الخفاجي كلية مزايا.